السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كان حتى كان في قديم الزمان وما يكون إلا ما شاء وراد الرحمن، والصلاة والسلام على مولاي محمد العدنان خاتم الرسال. كان يا سيادي من هذا شحال خماس خدام عند الناس، كيحرث الأرض ويزرع ويقلع. مول البلاد كان من العيان، كيملك خيرات كتار، أرض وجنان وشجر زيتون ورمان، واللي كيتمناه كل إنسان. الحاصل الخماس كان كيخدم ويقلع، وفي يوم من الأيام وهو في داك الحال وبلا ما يرد البال حس بسن المحرات وحلات والبهيمة وقفات. رجع كيقلب لا تكون شي حجرة اللي عكلات، ألقاها ودن قلع، نحى المحرات وشد من الودن وبغى يجبد، ولكن الجبدة ما تمكن. حفر وزاد حفر حتى برم التراب والحجر، ألقاها قلة كبيرة وثقيلة. جبدها وبدا كيقلب فيها، حل فمها ولقاها عامرة باللويز. شحال فرح وكان كيبهون على اليمين وعلى اليسار وراه قدامه، لا يكون شي حد شافو. كان في ديك الصبحية السمر والبرد اللي كيجمد، الدنيا خاوية لا ماشية ولا راشية. رد هو القلة للحفرة وزاد عليها التراب حتى غبرها وكمل شغله. الخماس كان قلبه كيرقص وعقله كيخبر ويفك. اش ندير واش نعمل؟ هذا خير جابو ربي، لازم ما يبقى عندي. كمل يا الحباب الخماس نهارو خدام وكيفك في منامو، ناوي يكون مستقبله احسن من الايام اللي فاتوا. راح النهار وغرب المغرب والليل قرب، سيب المحرات وحط الشواري فوق البغل وجبد القلة وغبرها في قاعو، حط فوقها الربيع وركب وزاد. وصل للخيمة اللي كانت براكة قديمة، حفر مزيان في جنب القاعة وخشى القلة بأمانتها. كان الخماس ناوي يكتم السر حتى تدوز ليام عاد يحلها، وداك الساعة يبان اللي خصو يدار. إنما أمراته كانت عنده ما تتقدر بالمال، قال مع راسو لابد ما نتحدث معاها، وبنادم لازملو معاه من يفرق اللغة ويحكي الشيء اللي جرى. في الليل وملي كانت معاه في الخلوة قال لها مرجعنا قربي عندي، مالك؟ قول لي يا مالك، اشنو اللي في بالك؟ رد عليها اسمعيني، اللي غنقولو ليك ما تعاوديه ولا لشي مخلوق تحكيه. يا ودي يقول اش كاين؟ خلعتيني ضيحتي ليا الماء في ركابية، راني لقيت قلة وعامرة باللويز. ايوا كوني مرة وعندك يغرك الغرار وتعاودي سري لشي جارة ولا جار، كتمي هاد الخبار حتى يحن الغفار. ايوا مالي انا حمقى، يكون هاني ما نعاود شي اللي جاري. ايوا يا الفضال، الراجل بات الليل كامل وهو كيخمم في تخمامو كيف غيتصرف حتى يتمتع باللويز. وغير صباح الصباح الخماس خرج للحرث كيف ما عادته، اما مرجانة ما تسكت ليها، دقات على جارتها وعاودت ليها، والجارة حتى هي دارت ما بغات، وبدات كل وحدة كتدق على الاخرى. يعاودوا على الخماس اللي لقى قلة عامرة باللويز في أرض المختار. الأخبار داعت والرجال كلها بدات كتسار توصلت الهضرة للمختار اللي ما صبر
وعلى عاودو جا كيجري. وصل للقاعة وبدا كيصفق ويعيط. واه المكان، اسكن هاد الحوش. خرجت مرجانة كتجري. شكون شكون اللي كيعيط؟ انا هاني. اش بغيتيني؟ قولي لي. بصح راجلك القلقية في بلادي. وياه سيدي، هو اللي قال لي لقى قلة عامرة باللويز، وليني وصاني وقال لي ما نعاود شي هاد الشي لشي حد. المختار طلع ليه الدم وزعف من الخماس، دور الحصان وجرى زربان. اما الخماس رجع في العشية ولقى مراتو حاطه يديها على حنكها. مالكي يا بنت الناس، ما كاين باس؟ لا، غير المختار جا كيسول على القلة وما قدرت شيء نكذب عليه حيت الكذوب حرام. قلت ليه باللي راه لقيتيها عامرة باللويز، ولاني راه ما عرفت شيء فين دفنتيها، وانت اللي ما وريتيش ليا البلاصة. الخماس سكت وعرف باللي كل شيء تفضح وخبارو شاعت. الراجل يا الحباب بقى تيخمم حتى صبح الصباح. فيق مرجانة وكان حسابه في راسو. نوضي لبسي وجدي. بدات مرجانة كتحك في عينيها وكتسول: فين نمشيو؟ خليني نرقد. نوضي لبسي عليك، بخيرنا وخميرنا، مالنا حتى ما نتبرعو نجولو وندورو وجات علينا. يلا نوضي سربيني. ومشى الخماس يا الحباب، ربط الكرويله وجبد القله، حطها وراه وغطاها وركب المراه وزاد حتى وصل لواحد الفندق. خلى مرجانة فيه كتسنى وهز هو القله، وفي جدر شجره ردم عليها بعد ما خد منها لويزه وصرفها. دخل عند مول الفندق وطلب منه الماكله والشراب شكال والوان. مرجانة كانت كتشوف وعينيها كيف الملهوف، الفم محلول كيف بهلول، والخماس دردر السكران في تبصيلها وقال لها: كولي خير ربي، ولا بغيتي شي حاجه تزيدي غير طلبي. الراجل والمراه كالوا وشربوا، وقبل ما يخرج من الفندق دار يدو على خبزه وحطها في قبو وهي ركب في الكرويله. ومرجانة مع الشبعه والدوخه جاه النعاس، رجعت اللور ورقدات. والراجل بدا كيقطع في الخبزه بالعميره وكيلوح على وجه مرجانة كسرة من الخبز، وهي كانت كتحل عينيها وتقول: اش هذا؟ وترجع تنعس. ويدوز من الوقت قليل ويعاود يلوح عليها الخماس الخبز. تحل عينيها وتسول: يا الراجل، اش هاد الشي اللي كيطيح على وجهي؟ ما كاين باس، نعسي غير الشتا كطيح بالخبز. وهما غاديين حتى دازوا على دار المختار وسمعوا نهيق البهيمه. سولاتو مرجانة: الراجل، يا شكون هاد الشي؟ يا شطاري؟ ومعاه هي مدوخه رد عليها الخماس: ما كاين باس، غير المختار تسلف من عند الشيطان قدار من المال وما ردو شاي، راه جاه زعفان وبدا كيضربو وهو كيغوت كي الحمار. كمل يا سيادي الخماس الطريق حتى وصل للبراكه. قعد مرجانة اللي كانت مازال دايخه وقال ليها: دخلي للبراكه وسدي عليك الباب وتقليه، راه العدو هجم على البلاد. خليني نجاهد وانتي تغطي مزيان ونعسي لا تهولي. المراه تيقات راجلها ودخلت وسدات الباب، تخشات في الغطاء وضربتها بنعسه. والخماس
بقى الليل كامل وهو كيزبد ويرعد. مرة كيصيفط الحجر فوق البراكة، ومرة كيخرج القرطاس من المكحلة، ومرة كيدردك برجليه بحال الخيل تقول صربة وكتجري في الحوش، ومرجانة بين النعاس والفياق. حتى صبح الصباح عاد حلت الباب وقال ليها الخماس غير خرجي، ما تخافي ما دهشي، اقتلت منهم 200 والباقي اتخلعوا وهزوا الرجال اللي ماتوا هربوا، وبلادنا صبحت في الامان، لا هم ولا تخمام. ايوا داز داك النهار وما جات فين تعاشى العشيه حتى جا المختار وبدا كيعيط. والخماس عفيلك سيدي، والراجل خرج لعندي. الخماس كان ضاحك وفرحان. اهلا 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 سيد المختار، زارتنا البركه. زيد اخويا زيد زيد سيدي مرحبا. قول لي بعدا فين القله؟ مراتك راها شاهده. اش من قول لها سيدي؟ علاش كدوي بعدا؟ لا يطيح علينا باطل. واش كتبوهل وعليا ناوي تكذب؟ عيط لمراتك سولها هي تجاوبك. مرجانة ومرجانة خرجي واجي لهنا دوي وتكلمي. هاني اشنو اللي بغيتو؟ وزايدنا سيد المختار راني قلت لك كل شيء، سولتيني وانا جاوبتك. قلت لك باللي راه لقى قله في الارض عامره باللويز، وبلي مرة وصيتيني ما نقول شاي ونسكت. ايوا اش عندك ما تقول؟ سمعتي شهودك منك، يلا وريني فين القله، راه المخزن يفرق بيني وبينك. الخماس سكت وشاف المراه وعاد بدا كيتكلم مع المختار. ايوا سولها بعدا، راني ما فهمت حتى كلمه. امتى وقعت هاد الهضره؟ لا امتى كان هاد الشيء؟ وبلاتي نتفكر، الله يفكرنا في الشهاده. هي شتي يا سيد المختار بحال اليوم والغد طاحت الشتا بالخبز. المختار اتصدم وبغى يفهم. طاحت الشتا بالخبز امتى؟ الليله اللي دخل علينا العدو والراجل جاهد وحده وقتل 200 الخلق. اواه كانت في البلاد الحرب، واش كتهكموا ولا يا سيد المختار بلي مرة كنتي في الجنان وجاك الشيطان باغي منك المال وكان كيخبط فيك وانت كتغوت وتنهق كيف الحمار؟ المختار عيني خرجوا والكلام وحلو في حلقه. والخماس اتكلم وقال له ايوا هانت يا سيد المختار، هانت كتشوف بحال هاد المرأة تيق كلامها، قول الله يعفو والصبر بيه كانت عاشرو. وهكذا يا السياد المختار ما كتر الهضره ولا زاد في الكلام، ركب على عودو ودا الحكمه في ودانو، لا تدي على المراه اللي كتكون برواله. والخماس دوز من الوقت مده حتى تنسات هاد النزيله، عاد بدل المكان والعتبه ومشى لبلاد اخرى، صرف اللويزات وصبح مول الملاكات والديور والبلادات. وهكذا تغنى ودروك كملات حكايتي ومشات حجيتي من واد لواد وبقيت انا معاكم يا ولاد الجواد.